بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل لكم الفرخه الحلوه دي زي بتاع المطاعم واحسن كمان ان شاء الله باذن الله. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. واول حاجه يا حبايب قلبي هنبدا بيها هي منقوع النقع، محلول النقع. ايه محلول النقع ده؟ عباره عن رتل ميه وورق لورا، معلقه سكر ومعلقه ملح، وشرايح ليمون بنحصره كده بنديله عصرة علشان برضو الليمون حلو، ومعلقة خل. هنقلب كل الكلام ده مع بعضه لحد السكر والملح ما يدوب مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبدأ احط الفرخة بتاعتي. طبعا الفرخة دي انا غسلاها قبل ما محلول النقع ده، غسلاها كويس جدا وزي ما انتوا شايفين كده نظيفة وحلوة. وهتشوفوا محلول النقع ده بيعمل ايه في الفرخة يا جماعة. هوريها لكم برضو بعد ما تتنقع، وبدعكها هنا بالليمونة علشان الزفارة تطلع منها. وبعد كده بسيبها في المحلول ده لمدة ساعتين، وبعد كده هرجع لكم تاني. هنا بقى ده الخليط بتاع الشوي نفسه، عبارة عن بصلتين متوسطين وطماطميتين، وده معلقة صويا صوص غامقة. بحط الكلام ده مع بعضه، ومعلقة زيت. وبعد كده بحط التوابل وهريسة شطة. دي هريسة شطة يا جماعة، معلقة صغيرة. وبعد كده بحط التوابل، بحط طبعا شوية مية، ودي معلقة عسل اسود بتدي لمعة جميلة. وبعد كده التوابل ملح وفلفل وزعتر وتوم بودرة، وبصل بودرة. والسليمة دي يا جماعة اللي هي الكبابة الصيني عادي، هطحنها في الخلاط عادي. وبعد كده بحط معلقة خل على كل الكلام ده، وهضرب كل ده في الخلاط. وبعد كده هرجع لكم اوريكم هنعمل ايه في الفرخ. كده ضربت كل ده يا جماعة مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، ناعم خالص. وده منقوع محلول النقع بعد ساعتين. انا سبتها كده لمدة ساعتين، بعد كده بصفيها من المية خالص. وهبدأ احط الخليط اللي هو في الخلاط. هندلق طبعا المية بتاع المحلول دي خالص. وشايفين بقى البياض يا جماعة، وشايفين النسيج نفسه بقى طري وجوسي وحلو وجميل، وبتساعد ان هي الفرخة بيضة ونظيفة خالص اهي. هبدأ ان انا احط الخلطة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين اللون، روعة روعة وجميلة. والنكهة بقى ان شاء الله ما اقولكمش كأنك قاعدة في مطعم. ببدأ ان انا ادعكها كلها كده بالخليط ده يا جماعة، بشبعها كله بالخليط وتحت من جوه برضو كله علشان تاخد نفس النكهة زي ما انتوا شايفين كده. وبنقعها لمدة ساعتين تلاتة. كل ما تنقعيها اكتر كل ما يبقى احسن. بس انا بالنسبة لي هنا انا هحطها لمدة ليلة كاملة. ليلة كاملة يا جماعة بتدي نكهة جميلة جدا، وبتدي طراوة جدا لأنسجة اللحمة بتاع الفراخ. وبتخليها الصوص اللي احنا عملناه ده او الخلطة اللي احنا عملناها بتشرب من اللحم كله، والفرخة كلها بتتشبع من الصوص ده. فانا بالنسبة لي هخليها لمدة ليلة كاملة. لكن حضراتكم لو مستعجلين ممكن ساعتين وبعد كده تبدأوا تعملوها في نفس اليوم يعني. بس طبعا بتفرق في الطعم. كده زي ما انتوا شايفين اهوت كده انا خلاص خلصتها كلها، وهسيبها لمدة ليلة كاملة. وبعد كده ده يا جماعة بعد الليلة كاملة هبدأ ان انا هحضرها للشوي. عندنا هنا بصلاية و... وعندنا بطاطس مقطعة بس حجم كبير طبعا علشان لما تاخد مدة الشوي ما تتهريش مني. وده اوبشن يا جماعة للشوي. عندي حمالة كده اهو، هركب فيها، هقعد فيها الفرخة كده، الباشا دي هتقعد كده اهو واظبطها كده. وبعد كده هبدأ ان انا، شايفين المنظر الجميل واقفة ازاي يا جماعة. وبعد كده هبدأ ادلق عليها الصوص اللي انا عملته ده. طبعا انا هبدأ ادلق كمية كده زي ما انتوا شايفين هيفيض من الصوص ده. هقول لكم هنعمل بيه ايه. بعد كده هنحط البطاطس وهحط البصل تحت الفرخة نفسها. وهنا بغرق الفرخة نفسها من كل الاتجاهات علشان تشوي معايا من كل الاتجاهات.
بعد كده يا جماعة احطها في فرن، طبعا على الشبكة. وبعد كده هوريكم برضو في الفرن اثناء ما هي بتشوي انا بعمل ايه. عايزة اقول حاجة، عايزة اقول اللي ما عندوش الشبكة دي او الحمالة دي، ممكن تجيبي ازازة مية، ازازة اللي هي المية الحاجة الساقعة اللي هي الازاز، وتعبيها مية نصها، وبعد كده بتركبي عليها الفرخة وتعملي كل الاوبشن اللي انا عملته ده. وبزود علشان الطراوة، علشان الفرخة ما تنشفش مني وتبقى طرية واللحم بتاعها طري، بحط نص كوباية مية في الصينية. هدخلها الفرن وهوريها لكم برضو جوه الفرن وهتشوفوها اهو يا جماعة. على اخر اللي هي الدرجة بحط الشبكة على اخر اللي هي اول درجة بعد الصاج على طول بعد الارضية. شايفين شكلها تحفة ازاي كده يا جماعة؟ هي اتشوت اهي. هنا بوريكم ان انا اثناء الشوي بلفها كده علشان كل تاخد سوا واحد، فبقعد كل شوية كده يعني كل ربع ساعة بلفها في اتجاه معين. واثناء اللف ده بجيب من الصوص اللي هو فاض وبدلقها على الفرخة نفسها زي ما انتوا شايفين كده اهو يا جماعة. شايفين بسم الله ما شاء الله، عملتها مطعم. ودي بقى التكة دي يا جماعة هتبقى مطعم. دي فحماية وعليها رشة زيت زي ما انتوا شايفين. بعد كده هقفل باب الفرن علشان النكهة كلها تيجي في الفرخة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هعينها اهي هقدمها. انا جيت اقدمها كده ان انا عينها خالص، قلت لا اخليها وهي واقفة كده شكلها احسن واحسن، وهي واقفة كده واقفة محترمة عظمة على عظمة اهي. ده بقول لكم ان ده البصل اللي اتشوى، وده برضو البطاطا اتشوت وطعمها اجمل. ده الناس اساسا حبايب قلبي اسرتك هتاكل البطاطس والبصل قبل الفرخة نفسها. تعال نشوف بقى طراوة الفرخة والطيبان بتاعها. شايفين بسم الله ما شاء الله لونها وردي ازاي؟ شايفين يا جماعة؟ زي بتاع المطعم واحسن كمان. والريحة ما اقولكمش، جربوها ان شاء الله مش هتندموا. وعايزة منكم دعوة حلوة ولايك وشير واشتراك في القناة. والجزء اللي انا وريته لكم ده بقول لكم ان هي استوت 100%. والسلام عليكم ورحمة الله.